السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واحد النقطة بسيطة اللي أثارت الانتباه ديالي ويعني خلتني نستاء من بعض الأمور، يعني خاصة هذه القضية ديال إسكوبار التي باتت معروفة يعني وطنيا ودوليا بقضية إسكوبار الصحراء. هذا الملف هذا يعني ملف يبت فيه القضاء. النقط الإيجابية اللي خصنا حنا نداولوها كمغاربة ونشيدوا بها ونفتخروا بها يعني أمام العالم وأمام دول الجوار وأمام العديد يعني في جميع المنصات، هي نزاهة القضاء المغربي، استقلالية القضاء المغربي. أن القضاء المغربي اليوم يعطي صورة يعني ديال الاستقلالية وديال النزاهة، من خلال أن الجميع سواسية أمام القانون كيفما كان منصبك، سواء كنت رئيس جهة أو كنت برلماني أو كنت وزير أو وزير سابق، الجميع معرض للمتابعة إذا خالف القانون. هذا كل ما في الأمر. لكن أن يتم ربط قضية إسكوبار الصحراء يعني بأحد الأعرق الأندية الوطنية اللي هو فريق الوداد الرياضي، فريق كبير وغادي يبقى فريق كبير بلاعبيه بالتاريخ ديالو بالألقاب ديالو بالجمهور ديالو. فريق الوداد البيضاوي فريق كبير بغض النظر عن الانتماء، لأنني أنا لا أنتمي لفريق الوداد البيضاوي. يعني مجموعة من الصفحات يعني أصبحنا نتعرض لهجمات، يعني اش خلينا الناس اللي متغاضين من الانجازات ديال الرياضه الوطنيه، اش خلينا لهاد الناس نولينا حنا كصفحات مغربيه كنطعنوا في فريق الوداد الرياضي. علاش؟ لان ارتبط باسم رئيس ديالو. هذاك الرئيس ديالو الان امام القضاء، القضاء هو الذي يبت في الملف وهو الذي له الحق ان يصدر احكام، واش بريء واش متهم سالات هنا. اما بخصوص يعني ربط الانجازات ديال فريق الوداد الرياضي، اين كنتم؟ تعرض الوداد الرياضي لاكبر فضيحه تحكيميه في راديس، مش الزهراء تم توقيف الفار. تما فين كان اننا نوقفوا ونهضروا على الرياضه. امور الرياضه خصها تبقى في الملعب، امور اللي خارجه عن الرياضه راه خارجه عن الرياضه. ما نحاولوش اننا يعني نلوجوا المغرب. يعني حقق مجموعه ديال الانجازات، حققنا انجازات يعني وصول المنتخب الوطني لنصف نهائي كاس العالم. مجموعه من الانديه المغربيه والوطنيه، منهم بركان، منهم الرجاء البيضاوي، منهم الوداد الرياضي، منهم الفتح الرباطي، الجيش الملكي. مجموعه من الفرق يعني اصبحت يعني كتشارك في منافسات خارجيه، كتوصل لواحد الادوار كبيره، كتفوز بالقاب يعني سواء كاس الكونفدراليه او عصبه الابطال، كتشارك في كاس العالم للانديه. انجازات كبيره تحسب لرئيس الجامعه الملكيه المغربيه السي فوزي القشاع، وكذلك تحت القياده الساميه لصاحب الجلاله اللي كانت عنده واحد الرؤيه السباقيه في مؤتمر الصخيرات، وعطى واحد الرساله ملكيه ساميه من اجل النهوض بالرياضه. الان نحصد الثمار لا على مستوى التكوين، لا على مستوى المنشات الرياضيه، لا على مستوى الاستحقاقات اللي غادي يستافد من المنتخب المغرب قاطبه وغادي ينظمها، وكذلك يعني الورش الكبير، الورش الرياضي ديال كاس العالم اللي خصنا نكونوا كاملين حنا مجندين ليه، لانه يعني غادي يساهم في تنميه البنيه التحتيه وخلق فرص شغل بالنسبه لهذا الوطن الحبيب. لذلك يعني ما نحاولوش نخليو واحد فرصه الاعداء الوحده الترابيه، الاعداء الوطن، من اجل الطعن يعني في فريق الوداد الرياضي. بالعكس، كل تضامن مع فريق الوداد الرياضي. الوداد الرياضي بعيد عن كل بعد عن جميع الشبهات. الوداد الرياضي كيبقى فريق ديال كره القدم بجميع فروعه، وكذلك خاصه فرع كره القدم. كنحترموا هذا الفريق على الانجازات اللي حققها، على التاريخ ديالو، على الجماهير العريضه ديالو. هذا كل ما في الامر. الامور اللي خاصه بالقضاء هي اللي خاصنا حنا ننوهوا بها ونفتخروا بها، ان المغرب فيه يعني واحد القضاء نزيه ومستقل، ويعني والجميع سواسية امامه، وما كيحسبش لا يعطي اي اعتبار لاي كان وكيفما كانت صفته وكيفما كان منصبه. هذه الامور اللي خصنا حنا نفتخروا بها كمغاربه. اما بخصوص الوداد نحاولوا نربطوا وندخلوا هذه القضيه ديال اسكوبار ندخلوها مع الوداد الرياضي، هذه مجرد ترهات يعني المجموعه من الناس اللي متغاضين من الانجازات اللي حققها فريق الوداد الرياضي. وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.